السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم حبايب المتابعين. رجعت لكم فيديو جديد، زمان ما طليت عليكم. إيه، صراحة هذا الفيديو مكان عنا بغزة كتير كتير حلو، اللي هو متحف قصر الباشا. كان في عرض للمنتجات التراث الفلسطيني، وكان في زوايا مشاركة بالمعرض، فطبعا كنت أنا إحدى الزوايا اللي مشاركة هناك. زاويتي كانت عطور. آه، بآخر الفيديو ضفت لكم كم صورة من الزوايا اللي كانوا موجودين. طبعا استغليت الوضع انه المكان متحف وفي اشياء حلوة، ففتت استأذنت منهم وفتت انه انا اصور الشغلات اللي موجودة. بصراحة شغلات كتير حلوة، من يعني آلاف السنين، يعني عن جد شغلات كتير كتير حلوة. شوفوا هاي عمامة، اللي استغربته انه هاي مصنوعة من الحجر، يعني معقول كانوا يحطوها على رؤوسهم؟ المهم ما علينا. في هلا راح تشوفوا لقدام كمان اللي هو القناع او الحماية تبع الراس اللي كانوا يلبسوها فعليا. الله يكون بعونهم المجاهدين اللي كانوا زمان، يعني عن جد اشي تقيل كتير كيف كانوا متحملينه. يعني هو لو اكل ضربة على راسه وهو لابسها راح يموت بلا شك. فسبحان الله، يعني اللي كان يخليهم يحاربوا وانه هاي ادوات حماية لإلهم. كان في كمان تابوت، اول ما شفته انا بصراحة هيك انقبض قلبي، كنت خايف يكون فيه اللي هو موميا بصراحة بس طلع فاضي. المهم هاي ماكينة خياطة، وفي كمان اكسسوارات. فيها قزايز عطر، اللي استغربته انه حجمها جدا جدا صغير. يعني شو العطر اللي كانوا بحطوه فيها. كمان هاي اساور واكسسوارات فضة هي، بس ان الشغلات كتير تقيلة، فكيف كانوا زمان يتحملوها؟ يعني احنا هلا الاكسسوارات الخفيفة اللي الخرز اللي زي هيك واكسسوارات خفيفة الواحد بيتضايق منها، فما بالكم الاكسسوارات التقيلة هاي اللي كانوا يعني بيلبسوها. كمان في شكل دبابيس للشعر لقدام شوي راح تشوفوه، ضلكم تابعين. إيه كمان تستغرب انه كيف هيك. هذا طبعا مجسم ل رئيسنا الراحل، ألف رحمة ونور عليه، ياسر عرفات أبو عمار، رمز الشعب الفلسطيني. طبعا ترحموا عليه كلكم رجاء، ألف رحمة ونور عليه، يعني فخر العرب، للأمانة فخر العرب. ألف رحمة ونور عليه يا رب. طبعا هاي مخطوطة طويلة هيك، بس الكلام جدا 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 صغير. لو وصلتوا بالفيديو لهون رجاء صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا السراج أسرجة. الشي الحلو المميز فيهم انهم كلهم يعني ادوات تقيلة، فعن جد انا بستغرب انه كيف كانوا يستخدموها. إيه طبعا هاي الادوات القنابل وادوات الحرب هان، يعني من هون رح نبدأ نشن الحرب يا جماعة. إيه، سيوف، الخناجر، القنابل، إيه كل شي، الرماح، الاسهم، السهام، رؤوس رماح. هاي هم اللي هي الخوذ اللي بحكي لكم عليها. فعليا انا بتطلع فيهم، يعني عن جد كيف كانوا يتحملوا انه يلبسوا هاي الخوذة على راسهم، يعني خصوصي هاي الطويلة. يعني عن جد كيف كانوا يتحملوا انهم يلبسوهم عروسهم، جدا جدا تقال يا جماعة. طبعا هاي دبابيس الشعر اللي حكيت لكم عليها، يعني انا مش فاهمة كيف كانوا يستخدموها صراحة، مشابك للشعر. يعني انا بتطلع فيها في قطع كتير 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 صغير، يعني اصغر من عقلة الاصبع، يعني كيف كانوا يستخدموها؟ فعن جد يعني
طبعا هاي خراز وشغلات، هاي مكحلة، خميل شوي. كيف كانوا يحطوها بعينيهم ما بعرف. الادوات عن جد انا ما بعرف لو فعليا هاي الادوات كانت بيستخدموها، وخصوص الصحن اللي شفناه قبل شوي، يعني عن جد شغلات تقيلة كتير. كيف كانوا يستخدموها؟ بس للأمانة شغلات عن جد كتير كتير حلوة. هذا التابوت صراحة أول ما شفته هيك، أول ما دخلت بالمكان هذا وشفت التابوت توقعت إنه ألاقي موميا جوا. بس لا، ما كان في شي، كان مجرد تابوت هيك. حتى هو شوية يعني طبعا كلهم فخار، حجر، نحاس، قزاز. بس تحس القزاز تبعهم كمان مقوى، مش زي القزاز اللي اليوم. اغلبه من الحجر. اغلب الشغلات اللي مصنوعة هنا تحسوها هيك من صخر او حجر او شي، يعني عن جد جامدين. يعني زمان زمان اللي كان عندهم الادوات هاي، لو كان حدا يجي يتطاوش معهم ويضربوا بواحدة منهم بخلص عليه. بيبعتوا على الاخر على طول. طبعا المكان عن جد هادي. إيه، يعني لما حدا بيجي من السواح او اشي بيجوا عليه، إيه، يعني بتطلع على الشغلات اللي فيه. انا اخذتكم فيه كلفة سريعة لانه انا مثل ما حكيت لكم كنت مشاركة بالمعرض، فحبيت انه انا افوت واصور. بس للأمانة المكان جدا رائع، يعني سواء من جوات المتحف او من برا، يعني من اللي هو ساحة المتحف. كل المكان رائع. ما انا ما قدرت اصور المكان كله، لانه كان زاويتي يعني مركونة، فخفت انه هي مثلا حدا يلعب فيها. فبس بجد بجد يعني حدا يجي السواح الناس حابة انه هي تطلع عليه. يعني انا سكان غزة تمام، يعني صار لي هسه 32 سنة بغزة، بس لأول مرة بحياتي أفوت هذا المكان. وأكيد في مثل كتير ناس، يعني يعني أكيد في كتير كتير ناس مش داخلين اللي هو متحف قصر الباشا. وفي كتير أماكن أثرية بغزة أهل غزة نفسهم مش داخلينها. فعن جد يعني احنا مفروض احنا كشعب احنا انه احنا نفوت هاي الاماكن ونوصلها للناس اللي برا، لحتى الناس اللي بتيجي سياحة على غزة تعرف هاي الاماكن وتزورها وتشوفها. لانه فعليا فعليا يا جماعة غزة كتير حلوة، وفيها اماكن والله العظيم كتير كتير حلوة، بعيدا عن الحروب والازمات والشغلات اللي فيها. بس فعليا غزة من اجمل الاماكن بالعالم. هاي زاويتي طبعا كانت عطور، كنت بركب عطور مخمريات الشغلات هاي. كان في زوايا تانية اللي هي مثل ما انتم شايفين، هاي كانت احدى الزوايا برضو من الشغلات التراث. اللي هو كان في التطريز الفلاح اللي بيشتهروا فيه الفلسطينية. كمان كتير كتير حلو. ومثل ما انتم شايفين كمان شغل الخرز والزلف والشغلات هاي. المهم لو وصلتوا معنا بالفيديو لهون، رجاء لايك شير سبسكرايب، واعملوا مشاركة للفيديوهات تبعتي ووصلوها. بحبكم، مع السلامة.